أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، إليكم حل تمرين فقرة تحدي صفحة 48 من كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط منهج 2024. طبعا هذا السؤال بفكرة بسيطة عن موضوع تحليل مقادير جبرية بالفرق بين مكعبين. الفرق بين مكعبين، من شروط الفرق بين مكعبين لازم يكون عندي سالب، وعندي الحد الأول إلى جذر تكعيبي والحد الثاني أيضا إلى جذر تكعيبي. لكن مرات مثل ما شرحنا بالفيديوهات السابقة ينطيك تمرين يحتوي على عامل مشترك تقدر تخرجه، وبعدين يصير عندك قوس قابل للتحليل بالفرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين حسب الإشارة الموجودة عندي. هنا بالنسبة لهذا السؤال عندي الاثنين بالألف. اثنين بالألف هذه يعني ما لها جذر تكعيبي، وعندي 16 بالألف أيضا ما لها جذر تكعيبي. لازم هنا أخذ عامل مشترك اللي هو 2 بالألف. فأقول الحل، أطلع أقول يساوي 0.002 عامل مشترك وافتح قوس. زد تكعيب طبعا هتبقى وحدها، من قسمناها على هذا العدد طلعناه عامل مشترك تبقى زد تكعيب وحدها. نزل السالب. عندي 16 بالألف تقسيم 2 بالألف. 16 بالألف تقسيم خلي مثلا خليك اياها بالطريقة هاي، قسمة طويلة، تقسيم 0.002 الاثنين بالألف. طبعا هنا أني حتى أعرف حتى أقدر أنه أقسم لازم يكون عندي تساوي بالمراتب. ما طول مراتب عندي متساوية ما تكون مشكلة عندي. أشوف الفارزة هناك كم مرتبة تتحرك حتى تسوي لي عدد صحيح. طبعا احنا بالقسمة نحرك الفارز دائما من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين. وعملية الضرب هي عملية القسمة، طبعا بعملية الضرب تتحرك إلى اليسار، من اليمين إلى اليسار في عملية الضرب. فهنا الفارزة من راح تتحرك عندي 1 2 3 مراتب حتى تسوي لي عدد صحيح. فحتصير عندي 2، وهنا ما طول حركت 3 مراتب لازم هنا أيضا أحرك شنو 3 مراتب. كل ما قسماني المرتبة تتحرك عندي إلى اليمين. يصير عندي 1 2 3 مراتب. فصار عندي هنا 0 بوينت، طبعا ما له أي قيمة ما ينكتب، فيبقى عندي فقط 16. إذا 16 تقسيم 2 ما تحتاج قسمة طويلة، تساوي لي 8. إذا أنزل هنا 8. عندي هنا الواي تكعيب. الواي تكعيب أيضا جذرها التكعيبي عفوا هي تنزل مثل ما هي، اللي هي واي تكعيب بعدني ما محلليها فننزلها مثل ما هي. هسه صار عندنا هذا هو العامل المشترك الأكبر. أجي أقول يساوي، أنزل الاثنين بالألف، أنزل الاثنين بالألف وأفتح قوس صغير حتى أحلل وقوس كبير. الجذر التكعيبي للأول هو زد تكعيب يصير زد، السالب ينزل اللي هو الفرق، و8 جذرها التكعيبي 2، والواي تكعيب جذرها التكعيبي واي تنزل هنا. بعدين تجي هنا مربع الأول اللي هو زد تربيع، عكس الإشارة يصير عندي موجب. الأول في الثاني فيصير عندي 2 زد واي، 2 واي زد أو زد واي، أنت بكيفك أي شو ما تكتبها ما كل مشكلة بيناتهم. وعندي السالب هنا دائما طبعا دائما بالقانون يكون موجب هنا. مربع الثاني اللي هو 2 في 2 4، والواي في واي تربيع، إذا 4 واي تربيع. وطبعا ينتهي الحل والتحليل بالنسبة لهذا السؤال.